من فتح لك باب أمل ثم أغلقه بقسوة لن ينجو من تبعات فعله، وسيعرض على من لا تخفى عليه خافية. من جرح قلبك سيجرح في أعز ما يملك، من تكبر عليك سيذله الله، ومن خذلك سيخذل في ساعة لا يجد فيها أحدا، ومن وعدك خداعا وجعلك تنتظر لن تغلق صحيفته، وحسابه عند من لا يظلم عنده أحد. من استخف بوجعك واحتقر ما تمر به وطعنك بضحكه وخذلك في أول اختبار سيرى ما قدمت يداه. من استغل نقاء قلبك واتساع طيبتك سيحاسب على ما اقترف. من خان العهد والود ولم يصن العشرة سيقف بين يدي الجبار ذليلا مهانا. من خاض في عرضك وملأ المجالس بالبهتان سيحاسب أمام ملك الملوك. من أظهر لك وجها مبتسما وبداخله خنجر ذنبه معلق برقبته. من شوه صورتك وتكلم فيك بغير حق سيقف أمام الله. من أبكاك وأوجع قلبك وأطفأ فرحك سيرى عاقبة ظلمه. من أخذ حقك لن ينجو ولن يفلت من العقاب. من كسر خاطرك وترك تنزف بصمت سيقتص منه يوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون. من لعب بمشاعرك واستنزف طيبتك وأرهق روحك لن تمر أفعاله بلا ثمن. إن ظنوا أنهم قد أفلتوا ذكرهم بأن هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قصاص عادل لا يخطيه أحدا في يوم لا تترك فيه مظلمة ولا تنجو فيه نفس بما اقترفت.